السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أول فيديو مشترك ليا في القناة. أنا نزلت بصراحة مكنتش ناوية أشتري خضار ولا حاجة. أنا نزلت على أساس إن أنا هجيب التموين، فرحت الجمعية قال لي مفيش لا زيت، مفيش لا سكر ولا رز. وجمعية تانية قالت لي مفيش لا رز ولا سكر ولا زيت. طب أنا هاخد ايه بالتموين؟ هو التموين فيه ايه غير زيت وسكر ورز؟ فراح قال لي خدي حاجه تانية. طب قلت له اخد زيت زياده، اللي عنده الزيت اخد زيت زياده يعني؟ قال لي لا، الفرد اللي ازازه واحده. طب انا هاخد ايه بقيه التموين؟ قال لي خدي حاجات تانية بقى، بريل وحاجات كده. طب اخدها من التموين؟ قال لي لا، من النقط. طب النقط هتجيب ايه ولا ايه؟ فالمهم رحت جايه قلت له لا خلاص، لما ينزل بقى عندكم الرز والزيت والسكر ابقى اجي اخد التموين. فانا مش عارفه بقى ده في كل المناطق ولا في المنطقه هنا بس، ولا ايه حكايه التموين دي يعني. المهم فقلت بدل ما ايه يعني، محبش انزل بصراحه على الفاضي، قلت بدل كده كده نزلت اروح السوق ايه. كنت محتاجه طماطم بس بصراحه وخضره، فقلت انزل ايه اجيب شويه حاجات بقى. فجبت بقى الحاجات دي. النهارده الحمد لله الطماطم. خلينا من اهل اليمين، نبدا باليمين. جبت خضره وجبت بدنجان ب5 جنيه. وجبت البرتقال كيلو ونص ب10، والسفنج كيلو ونص ب10. الطماطم الحمد لله النهارده يعني ب5، هي نزلت شويه. الاسبوع اللي فات كنت جايباها ب6 ونص تقريبا كانت ب6 ونص. النهارده نزلت شويه، جبت 2 كيلو ب10. لقيت البطاطس اللي هي دي بتاعت الشيبسي، اللي هي البطاطس الحمرا دي، مش منقط حمرا، لا الحمرا دي بتاعت الشيبسي. شركات الشيبسي بياخدوها بيعملوا منها الشيبسي. دي لقيت منها، فرحت جايبه منها ب6 ونص. جبت 2 كيلو. لقيت الكوسه برضو عجبتني كده، حجمها حلو، فرحت جايبه منها. ما جبتش كتير، جبت نص كيلو بس يعني، ما هم ملهمش فيها قوي. فجبت نص كيلو بس اشوف هعمله ايه. وجبت فلفل اخضر حامي، جبت ربع، وفلفل كوبي. الكوسه كانت ب8، جبت النص ب4. الحمد لله رخصت شويه، كانت ب12 وب15. الفلفل والفلفل الاتنين دول عملوا ربع وربع، عملوا 7 جنيه 7 جنيه. يعني من 3 ونص 3 ونص تقريبا، رخص شويه برضو. كنت الاسبوع اللي فات جايبه الربع ب5 والربع ب5. فالله المستعان بقى. جبت معايا كمان ربع جبنه قديمه. الربع القديمه بقت ب80، جبت ربع ب20. ربنا يرحمنا برحمته. جبت كمان معايا عيش التورتيلا. لقيته بيتباع، قال لي الواحده، الرغيف الواحد ب2 جنيه ونص. انا مكنتش بلاقيه هنا خالص بصراحه. قال لي الرغيف ب2 ونص. لو هتاخدي بالكيلو، كيلو قال لي معرفش 37 او 38. فجبت ربع، عمل حوالي 5 ترغيف. انا بجيبه بص بطبقه كده، باخده من الجناب كده زي ما اكون هعمله سندوتش على طول، عشان مطلعه من الفريزر يبقى معمول، يبقى ما يتقطعش مني يعني. اخده على تنيته على طول اشتغل بيه. فبصوا كده بتنيه كده، وبشيله على طول زي ما هو كده. فانا جيت عملتهم واحطهم بقى في الفريزر زي ما هم، هعمل لكم بيهم وصفه حلوه ان شاء الله. بس ودي الحاجات اللي جبتها النهارده من السوق. ربنا يسهل كده واسعار تنزل كمان وكمان باذن الله، وعلى الله بقى. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.